بدل ما تعطيني حق مي شهر احنا بتشيلنا 6 اشهر على الحالة هي. حلو. يعني شلتوا عنا حمل كثير. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. نحن اليوم متواجدين في مخيم النصر في ريف إدلب الشمالي. هذا المخيم يحتوي على أكثر من 170 عائلة بعدد سكان تجاوز 1400 نسمة. هذا المخيم بيفتقر لمادة المياه. في حال نحن تعاوننا مع بعض إن شاء الله تعالى ومددنا لهم شبكة مياه لهون، تنخفض هاي التكلفة ل3 أضعاف. يعني بدل ما يروح يحط 400-500 ليرة ممكن بس يحط 100 ليرة. بالإضافة إن نحن ما قطعنا من المياه بشكل مستمر. يعني انت اذا خدمتونا بالخراطيم وبالعده وبالى اخره ساعات بالضبط بالساعات، نحن اليوم بدل ما تعطيني حق مي شهر احنا بتشيلنا 6 اشهر على الحالة هي. حلو. يعني شلتوا عنا حمل كثير. حكى لنا صاحب المسؤول او المشرف عن هذا المخيم ان في اشخاص ان يا دوب بس عم بتلحق ان يدوب تشرب مي وتطبخ شغلات اساسيه فقط، لا حمام لا عنايه شخصيه وتفاصيل كثيره. نتمنى نكون ايد وحده وتكونوا السند لهدول الناس بهذا المخيم.